السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ عملت لك النهارده وصفه مش هتاخد منك وقت خالص، زي ما بيقولوا كده اللي هي اكله الوقت الضايع. لو دخلت المطبخ قبل المغرب بساعه واحده هتخلصي الاكل كله، سواء رز سواء الطبخ نفسه، وتعملي العصير وكل حاجه. طبعا لو عندك كفته في الفريزر، كل الناس بتعملها بالصلصه، انا بقى بعملها لك بطريقه جديده سهله وسريعه جدا. احنا هنا بنخرط بصل. طبعا انتوا حبكوا البصل، يعني لو انت بتحبي البصل كتير كتري. هي اصل البصل بيظبط الاكل جامد، يعني ادي 5 بصلات كده. تقطيع كبير مش صغير. زي ما انت شايفه كده، يعني اللي هو بسرعه كده على طول. هتخرطيه وتشوحيه في شويه زيت ومعلقه سمنه كبيره، ويعني يا دوب يبقى ذهبي كده، وتنزلي عليه بالكفته. طبعا الكفته دي يا جماعه في الفريزر بتبقى كنز. اي حد مستعجل جاي من مشوار متاخر، محتار في الاكل ومش قادر ينزل يجيب حاجه، سهل كده وسريع اوي لما يكون عندك كيس كفته وتقومي تعمليها. وننزل بقى شويه زيت زي ما قلت لك ومعلقه سمنه، ونشوحها تاخد لون ذهبي، ذهبي بسيط يعني. طبعا قبل رمضان بتكوني مفرزه منها كميه، لو انت فرزتي يعني بتنقذك كتير في شهر رمضان. انا بصراحه بحبها تكون عندي في الفريزر، او يمكن من اكتر الحاجات اللي بحبها تكون موجوده في الفريزر. يمكن ما بحبش الفراخ في الفريزر ابدا، اتبلها واحطها في الفريزر ولا اي لحوم. آه، بالنسبه لي لا، طعمها بيتغير. الكفته دي سبحان الله، يمكن انا كمان مش بفرزها او مش بخزنها كده نيه، لا انا بقليها زي ما هتشوفي، يعني بتقليها صوابع وبتحطيها في الكيس وتحطيها في الفريزر وتطلعيها على طول على الصينيه زي ما انت هتشوفي الوقت. ونزلت عليهم طماطميتين، يعني قضي 3 طماطميات وقرنين فلفل حراق او رومي زي ما انت عايزه برضو. وهنزل بالكفته. شوفي الكفته باين ان هي جايه من الفريزر على طول متلجه، انا حطاها متلجه. ما بتفرقش خالص ان انت تشيليها نيه او تشيليها مقليه، يعني المقليه بتبقى سهله واسرع وملهاش طعم مختلف خالص، هي كانك لسه عاملاها. وننزل بقى بالملح والتوابل اللي بتحبيها. انا هنا حاطه ال7 بهارات والكمون والملح والفلفل الاسمر بس كده. وهنحط لها شويه ميه عشان تستوي فيهم، لان كل ده خضار. هينزل شويه ميه كمان بس مش هيكفي سوى الكفته. هنحط حبه ميه ونغطيها ونعمل بقى شويه رز، بس هو ده الاكل. شويه رز وشويه سلطه، مفيش اسهل من كده. لو انت مكسله تعملي اكل صعب، مش عايزه تقفي في المطبخ كتير، زهقتي بقى من الصواني والعزومات والكلام ده، فدي حاجه سهله. زي ما بقولك كده، ساعه واحده هخلصي كل حاجه. نزلنا بشويه ميه مغليين او من الحنفيه عادي برضو، هما هيغلوا بسرعه. وتغطيها. ممكن تعمليها في حله، مش شرط في صينيه، يعني بحب اعملها في صينيه. انا قلتلك انا وريتلك هنا وهي بتغلي عشان نعرفك ان هي بسرعه بتستوي. شويه زيت ومعلقه سمنه، ونحمر شويه رز مصري عادي اللي هو رز بشعريه. برضو ينفع جنبها اي رز انت بتحبيه، بس انا بحبها كده جنب الكفته رز بشعريه، يعني بتبقى جميله. ويا ريت ما تحمريش بقى الشعريه جامد، اللي هو اللون الغامق ده، خليه ذهبي فاتح كده بيبقى جميل. بيبقى لذيذ قوي في التقديم، بيبقى كمان لذيذ في الطعم، مش طعمه متغير. اللي بيتحمر شويه بتحس ان هو خلاص، يعني كان داخل على ان هو يتحرق. المعلقه وقعت مني، زحلقت تملي، بتزحلق في حله الرز مش عارفه ليه، عنيده. كمان ممكن تعملي بدل الرز مكرونه محمره، برضو هتمشي جامد مع الكفته. او ممكن ما تعمليش رز خالص. الكفته دي اصلا لما يكون فيها صوص وبصل وطماطم وكده، الحاجات دي بتتغمس بالعيش مع مخلل، مش محتاج برضو جنبها رز خالص. يعني انا في ساعات بعملها كده من غير رز اصلا، بس قلت يعني شويه الرز، ولادي يعني بيحبوا الرز جنب الاكل، يعني بيسندوا. بس دهبي كده، بس انا كده هطش الرز، مش هحمر اكتر من كده. طبعا الرز مغسول ومتصفي جامد كانك ما غسلتوش، يعني انا بحب اصفيه كده كاني ما غسلتوش اصلا، بيبقى الرز مفلفل وجميل. ونديله تشويحه كويسه، مش يا دوب تقلبتين كده وتروحي طشه الميه، لا هيطلع منك معجن. يعني شوحيه شويه كده في السمنه وتشي يعني ممكن كمان ميه من الحنفيه، والله انا مش شرط بجيب ميه مغليه، مش كل الاوقات يعني. وشويه ملح وخلاص، هو ده الرز بتاعنا السهل البسيط.
انا كنت عامله شويه سلطه على جنب، ممكن بدل السلطه مخلل، بس يعني الانسب جنب الرز السلطه. وهنا بطاطسيتين بيبقى طعمهم جميل مع الكفته، دي معروفه بقى، بس تملي بيعملوها في الكفته اللي بصلصه، اللي هي زي طبيخ كده. زي ما قلت لك الكفته دي ما شفتهاش كتير يعني في الفيديوهات على اليوتيوب، تملي بشوف الكفته بصلصه. انا بحب اعملها كده ببصل تغيير، وفي ساعات بعملها بصلصه برضو. بس كده هتعجبك قوي، جربيها وهتعجبك. هنسيب بقى انا البطاطس ما حطيتهاش في الاول ليه؟ لان انا لو حطيتها في الاول كانت هتتهري، اكيد مش هتاخد سوى الكفته يعني. فانا حطيتها في الاخر كده، يعني اخر 5 دقايق عشان ما تتهريش. بقدم الرز، يعني اكيد الرز لازم يتقدم لسه مطفي عليه دلوقتي، لازم تقدميه، غير كده بيبقى وحش. والكفته شكلها جميل ما شاء الله، بألف هنا على قلبكم لو جربتوها، قولوا لي رأيكم. شكلها والله تحفة فعلا، تفتح النفس. لايك بقى واشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.